السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاشتراك واللايك. واش غادي نقول لكم الإخوان، زين الدين زيدان كان حاضر اليوم في مباراة الجزائر، كان حاضر وتفاجأ بصراحة بالمغرب، وتفاجأ بالتيران، وتفاجأ بالحضور ديال ديك الجماهير الجزائرية. ومن هنا كنقدموا التهاني للمنتخب الجزائر على الفوز ديالو الساحق الاسطوري، واللعب التكتيكيا اللي كان زوين صراحه. مبروك لهم ويستاهلوا هذا الربح هذا. شاهد معي الفيديو وما تنساش تتابعنا. زيدان، تلك لمحة من لمحات زيدان بقدم عمورة. وجدوا قبل لي تيرا، وجدوا وين يدربوا اشريوا لي تيرا. ولا لازم كيما في العاصمه لازم تشري هنا ما كانش في العاصمه اشري 60 كيلومتر بور فار ان سونتر دو فورماسيون وين يقراو الدراري ويدربوا اللي رايحين يدربوا. ماشي انت تحطهم يا رئيس، ماشي انت اللي تحطهم، لازم تكون معك اون ايكيب ديريجونت. ما تديسيديش وحدك انت. كرة قدم الرئيس يديسيدي وحده مع المناجر برك، الاخرين والو. كونساي دادمينستراسيون في الجزائر يقعدوا يجتمعوا خطره مش عارف بتات في الشهر على بيدجي يهضروا على لي بيدجي بداو خلاص. مي حنا نحوسوا لازم نيكيب مع ديالنا. ما تديسيديش وحدك انت رئيس، ما تديسيديش وحدك. والماناجر ماشي انت اللي تقول تفاهم مع الماناجر ويجي يجيب 6 أو 7 جوار يحطهم ليه يولي يحكم فيك، واللي لا ما يحكمش فيك. راكم متفاهمين يا ولدي؟ الدعوه راهي بكبوكه. لازم يفو إليميني سو جور دو شوز باش ندوزو الاحتراف الحقيقي. الاحتراف ترتاح، الاحتراف ولا ما ترتاحش فيه، ولا ما ديرش دو بون فورماتور، ولا ما توجدش. حنا اي نهضروا حادي ونحبس باسكو سي تما هضرنا 12 سنه، هضرنا بوريا. انا اللي هضرت بوريا بكل صراحه. انت هيا علاش او نيفو دي كاتيجوري جون كل عام عامين يتبدل دي تي اس؟ مباراة الجزائر والسودان صراحة اندهشت. في وقتي كنا نلعبوا في الكيف، ما تربينا زعما قال في الكازون كدا. كنا وين داك ما ندوشوش، ما كاش وين ندوش. لهذا رضوان ان شاء الله هاد الرؤساء هذوما الفرق ان شاء الله يجيبوا اللي عندهم كفاءة، واللي ثاني اللي يخرجوا لك اللاعبين، باسكو لاباط كاينه. اجواء حماسيه كبيره لدرجه اننا صراحه لما تشوف هذه الصور وهذه الفيديوهات تشعر بنوع من التركيز اللازم. شاهد وايضا فيه امطار غزيره تسقط في او سقطت في الايام الاخيره في مكان تربص المنتخب الوطني قبل المباراه. التحكيم سيريزاليه تاع الخدمه هذا ما كان نديروا به، وهذا ما كان. حنا ينجم يجيني، كي ينجم يقلقك، ينجم. لكن انت لازم تكون في الموعد، انت اللي لازم تكون ملعب. انت تحط تامبوزي روحك وتسجل اهداف، وان شاء الله نسجلوا ونربحوا. ما راكش متخوف من التحكيم صراحه؟ ولا تقول بان لو كان نكونوا احنا في الموعد الحكم ما نتخوفش من التحكيم، لان درك التحكيم ماشي كيما بكري. دوكا التحكيم كوميم كاين فيها شويه، ماشي ما كاش، ولكن ما علينا الا نمبوزيو روحنا اللعب تاعنا ونسجلوا الاهداف وخلاص. عندك حلول، 2 حلول ولا 3. عندك يا تلعب سيكوتي، تفتح الماكسيموم، تفتح كاع وتضرب الفريق في العمق وراء ظهر المدافعين. لان شفنا الفريق السوداني ثقيل، عندهم مدافعين ثقال شويه عند كاباري ثقال. ولا يكونوا عندك لاعبين راه عليه هنايا ميليو تيران ونعرفوا ما انت ميليو تيران. قلت لك راه عليه، وقلت لك زعما ميليو تيران يكونوا عندك لاعبين يحسن التير من البعيد، يتكى على المهاجم تاعنا بنجاح ولا مزيلو يضرب من الساك هذه مغلوقه الحاله. لا سوي غادي يغلق مع رضوان، باسكو الفريق اللي غادي يلعب معنا فريق السودان لعبنا معاه مع كما قلت انت ليكيب بي. بدينا المقابله حنا متحكمين في المقابله. ليكيب بي كما نقولوا ليكيب بي، ماشي لاطا كيما محرز ولا عمور، وكانوا ديريير، كانوا ديجا كانوا ميديوم. نظن غادي يلعبوا في البلوك باس سير اوفيسيال. انا نقول لك باسكو ما عندهمش لاعبين مهاريين ولا ما يعرفوش. حنا نعرفوا نحكموا الاستحواذ، عندنا حنايا مستوى يعرفوا يلعبوا البالون، باسكو كاع دي جوار تكنيسيان. مازا عندك بن ناصر، عندك ايت نوري ثاني تكنيك مويلي تري فور، عندك بالغالي ثاني عنده النزعه الهجوميه،
محرز كيف تكنيك مولي طري فور يدخل يروح بالغالي من هي سونطري. عندنا حلول بزاف. علاش حلول؟ على كاين بزاف الحلول اللي عندنا. اللاعب غدوه اللي غادي يلعبوا طريقه هجوميه. تما عندنا كما قلت 3 مدافعين، تما 3 غادي يلعبوا 3 7. انا كي سمعت شكون عينوا لاداره مباراه الجزائر والسودان، الجابوني، هذا الحكم اللي نعرفوه كامل في الجزائر لاداره هذه المباراه. واش صرا في 2024 في لاكوب دافريك تاع كوت ديفوار؟ هو اللي كان في غرفه الفار في مباراه الجزائر وانغولا، وفي مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، هو اللي كان في غرفة الفار، هو الذي ذبح الجزائر من الوريد إلى الوريد في هذه 2 مباريات. وكامل هضرنا، كامل قلنا التحكيم والتحكيم والتحكيم، وبعد خرجوا ناس واحد اخرين قال لك نو، ما تجبدوش سباب التحكيم بالماضي اللي ما يصلحش. نقولوها دوكا رانا خايفين كاع من التحكيم. التحكيم تخافوا بالماضي بلا بالماضي، بيتكوفيتش بلا بيتكوفيتش، بمدرب ولا بمدرب اخر. التحكيم لازم دير له الضغط. حنا وسائل الاعلام لازم نديروا له ضغط. الاتحاد الجزائري لكرة القدم لازم يتحفظ كما تحفظ على نفس الحكم. الاتحاد الجزائري تحفظ على الحكم بيير اوتشو غيزلان عندما عين لاحدى مباريات الجزائر في تصفيات كاس العالم 2026. الفاف تحفظت عليه وبدلاته الاتحاديه الافريقيه لكرة القدم في اخر دقيقه. بدلوا لهم، داروا لهم اربيت واحد اخر. نزيدكم، هو اللي نحاوه من كاس افريقيا 2024 بكوت ديفوار، وعلاه ذبح الجزائر في الفار في المباراة الأولى مع أنغولا. ظلم الجزائر في مباراة بوركينا فاسو المباراة الثانية في كاس افريقيا بكوت ديفوار، ما داروا له والو. وكي دار ديغا خطأ جسيم وكارثي في مباراة أخرى جمعت بين كوت ديفوار والسنغال، نحاوه هذيك دار فضيحة تحكيمية. نحاوه يعني كي هضرت عليه الجزائر وذبح الجزائر وحقر الجزائر عادي، بصح كي ادنا للسنغال ودنا للكوت ديفوار، هنايا رجع حكم عيان ونحاوه من لاكوب دافريك. هنا باش نكونوا واضحين، تعيين هذا الحكم انا خوفني. دوك كاين ناس يقدروا يخرجوا يقول لك لازم نماركي وما تجبدوش سباب. لا اوكي لازم تماركي، بصح كاين وين الحكم بالفار ولا بلا فار. انا نشوف اخطاء تحكيميه جسيمه جدا منذ وضع تقنيه الفار، خاصه افريقيا واوروبيا.